السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه جايباه من بره فاتن؟ لا والله هجيبه من بره ازاي؟ جمال اللي انتوا شايفينه ده وده كمان اهو. بايه بقى يا فاتن؟ بربع فرخة عندي. بربع فرخة؟ يا سلام يا اختي، والله بربع فرخة مش نية، دي ربع فرخة كنت عاملاها وباقي في التلاجة. جبتها وقطعتها على كام فلفل احمر، عندك بقى اصفر اخضر اعمليه، وكان بطاطسايه. عملت غدوه بالجمال ده. بصي البوكس ده هتجيبيه بقد ايه؟ قولي انتي البوكس ده هتجيبيه بقد ايه؟ بصوا جماله وحلاوته، بصوا طعمته، تستاهلش لايك. بصي بقى يا ست الكل، لو عايزه تعرفي البوكس ده عملناه ازاي وبربع فرخه وثلاث بطاطسات ولا لا، كملي معايا الفيديو. والله بربع فرخه زي ما بقولك، كنت عاملاها امبارح وبقيت، والعيال مش عايزين ياكلوها اهو اهو. ايه رايكم لو جبتي بقى غدا زي ده لاولادك هتجيبيه بكام من بره وهيكلفك كام جوه؟ عايزه تعرفي عملناه بايه بجد، بربع فرخه وكم بطاطسايه ولا لا؟ كملي معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا ايه، اكله اخر الشهر. اكله اخر الشهر بس هتعملوها باذن الله، يعني هتعملوا ايه، غدوه متينه زي ما بقول لكم. والله اسمعوا الكلام. عندك ربع فرخه قديمه في التلاجة اهو، ربع فرخه اهي، وعندك بطاطستين. تعالوا هنعمل احلى اكله اولادك بيحبوها بيطلبوها من ايه، ياكلوها منك من بره اهي. بصوا بقى هنقطع الصدر، بسم الله ما شاء الله اهو، هنقطعه كده اهو كده. بصوا اهي، ايوه اللي معايا عارفين هنعمل ايه. ايوه هنعمل شاورما اهي. نسيب السكينه على جنب. هنعمل شاورما بصدر فرخه واحد باقي عندنا اهو اهو، هنفصصه مش هنسيب فيه حاجه. وبطاطستين على النار اهي بتتحمر اهي كل ما فيها، وفلفل رومي، فلفل الوان عندك خير وبركه، ما عندكيش برضو زي الفل شغال. فلفل اخضر، طماطمايه، بهارات شاورما اهي. كل البواقي اللي عندك اهي جيبيها. بصوا بقى اهي هنقطعها شرايح كده اهو اهي كده. بالجلد بالجلد، عايزه تشيل الجلد تشيليه، بس هو ده بيبقى واخد التتبيله بتاعه الشوي. عندك فراخ مشويه، فراخ متحمره، فراخ في اي خضار، اي فراخ عندك بايته طلعيها واعمليها كده اهو اهو. بطاطستين عندك، عيش اللي هو بتاع الشاورما خير وبركه، انا بجيبه بسيبه في الفريزر بصراحه. في وقت زي ده ولادي عايزين شاورما، عايزين اي اكله بيها، بروح مطلعاه وعاملاه. جيبيه حطيه في الفريزر عندك، او حبه دي واعمليه، او بعيش بلدي مش هيقول لا اهو. بدل ما تروحي تدفعي قد كده تعمليه لبيتك، وحاجه ايه يعني، حاجه عندك فايده اهو في التلاجة. وساعات عيالنا بيغضبوا عليها، خلاص ما كلوهاش اول يوم يغضبوا عليها اهو زي الفل. بصي قطعناها اهي، ممكن تقطعيها ارفع من كده، بس هي اصلا وانت على النار هتتقطع ارفع من كده. ونجيب القطاعه، وعندنا فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، كل اللي خير ربنا عندك اعمليه. وفي فلفل دلوقتي ايه الالوان، في اللي هو الفلفل البلدي بتاعنا اهو كده اهو. هنقطعه برضو ايه رفيع زي ما قطعناه. وبصلايه حلوه برضو هنقطعها رفيع. اكتري في الفلفل شويه ومش هيبان، ما تقلقيش. الفلفل اللي انت هتقولي كتير قوي لا، اول ما بيهدى على النار مش بيبقى كتير ولا حاجه. حتى يا ست لو كتير القيمه الغذائيه بتاعته جميله قوي وحلو ومفيد للولاد في الساعه اللي احنا فيها دي. ناخد جزء من الاصفر، قطعيه رفيع على قد ما تقدري. جزء من الفلفل الاحمر اهو كده اهو. الطويل ده هنقطعه ايه صغير شويه كده. قطعنا الخضار، هنجيب بقى بصلايه حلوه كده ونشوف هنعمل ايه.
ادي ده الطبق فيه زي ما انتم شايفين كده حبه سكر اهي وحبه خل، وهحط فيه البصل. تحطي بصل في سكر؟ هحط البصل في السكر، وقبل ما هحطه على الفراخ هروح شطفاه كويس، هيديكي بقى ايه حلاوه كده وجمال. يا نهار ابيض. بصي اهي هنقطعه. عندك بتاعه الشيبسي دي قطعيه، عندك مش عندك قطعيه رفيع جدا بالسكينه، بس خلي بالك على ايديك اهو كده. وهننزل عليه بالميه بالسكر بالخل ونسيبه يتنقع كده اهو. خلاص كده خلاص كده. نروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه في الفراخ اللي عندنا. بصوا بقى، انا جبت طاسه اهي وحطيت فيها حبه سمنه، معلقتين حلوين كده اهو، وهنزل عليهم بالفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، واقلب كويس قوي، وانزل عليها بالخضار اللي انا مقطعاه. بسم الله. عايزه تحطي طماطم حطي، قلبي بقى كويس، سيبها على نار واطيه ماشي، ما تعليش النار بقى في الوقت ده خالص. الفراخ عندك مستويه. بصوا بقى توابل سبايسي هننزل عليها اهو، بس عايزه تضيفي بقى حبه ملح لو الفراخ بتاعتك مش حادقه تبقى ناقص ملح بتاع ضيفي، بس هي انا ايه بستكفي بالبهارات دي اهي كده. اسيبهم مع بعض بقى شويه اهي. بصي عندك صينيه قد ايه ما شاء الله، تعمل لي كام سندوتش شاورما ومع البطاطس. بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا اهي في الوقت ده انا غسلت بقى البصل كويس قوي، وانزل عليه. خطوه البصل اللي انت بتحطيها بميه وخل دي بتبقى جميله جدا اهو، وانزل عليه شويه كده وهسيبهم. بصوا بقى هنسيبهم مع بعض كده، لهم حبه كزبره عشان الخضار والبصل، وحبه كمون، ورشه ايه ملح اهو بس، مش هعمل اكتر من كده. وهقلب بقى ايه كويس ونغطي عليه ونسيبه 10 دقايق كده. بقى ايه مهمتنا على البوتاجاز خلصت، هنسيبها 10 دقايق تاخد وتدي مع بعضها كده، ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى ادي البطاطس اتحمرت اهي، واحدتين بانيه بحمر. بصوا بقى هنعمل الصوص مع بعض اهو. هنحط هنا الكاتشب، طبعا الكاتشب اللي الولاد بيحبوه، احنا عاملين مقاطع. بصوا بقى كلمتين حلوين، الناس ايه اللي رجعت بقت تجيب الحاجات اللي احنا بنجيبها؟ لا لسه اخواتنا لسه هناك بيشوفوا العذاب. مقاطعه في كل المنتجات اللي بتشجعهم اهي، ما تزهقوش. تقولوش هي جت عليا لما اجيب الحاجه دي لولادي، لا يعملوها بنيه اللي احنا الحاجه دي بنحبها بس مش هنجيبها. وفي مليون نوع تاني، زي ما اتعودنا على النوع ده نتعود على النوع تاني في كل المنتجات اهو. كاتشب اهو ماشي. هحط عليه ايه بقى؟ معلقتين مايونيز، دي خلطتي. عندي نوعين من باربيكيو صوص، هحط نوعين اهو. طبعا احنا اخر الشهر ودي ايه بنلم بقى البواقي اللي في الثلاجه لحد ما نروح نجيب ايه حاجتنا اهي اهو. وعايزه صويا صوص اهو. عارفين صويا الصوص اللي بيجيبوه من المحل اليال اللي الولاد بيحبوه؟ معلقه صويا صوص كمان. ادي الصوص ونفس الريحه، عيالك ايه هيجننوا عليه. ودي بطاطس. بصوا بقى يا ست الكل انت وهي، بصوا اهي زي الفل. بصوا من تحت اهي لما استوت مفيش حاجه لازقه والله، هي نفس الصينيه اهي. بصوا اهي، والخضار مش كتير، ريحته عايزه اقول لك تحفه، الفراخ فيه كتير اهو. ايه رايك؟ يلا نسمي بسم الله ونبدا نعمل ايه السندوتشات. هنحط ايه معلقه من الصوص اهو. المفروض البطاطس سندوتشات السوري نحط فيه كابوتشي، بس انا ما لقيتش عندي بصراحه ونسيت اجيب اهو كده اهو. وحبه صوص من فوق الوش، حبه مش حبه اهي. بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه والجمال اهو كده اهو بس. ونحط في الطبق. ادي اول واحد بسم الله اهو. 5 سندوتشات ولسه. بصوا في حبه يعملوا سندوتش تاني.
نخش بقى على البطاطس. نخش على البطاطس اهو. البطاطس اهي هنحط اهي نفس الصوص، وحاطين بطاطس. بصوا بقى، نجيب اللفت. بره بيعملوه كده على فكره، والله نلاقي فيه لفت طعمه تحفه، بس هم بيعملوه لونه احمر قوي. عندك بقى كاتشب اهو، احط عليه كده. يا نهار ابيض على العسل. هو ايه فاضل له؟ اللي هو الايه كابوتشي، بس انا ما عنديش كابوتشي، مش هقف عليه اهو. يلا نعمل واحد تاني اهو. اهو كده اهو، ونحط اللفت عليه كده ماشي، والكاتشب عليه من فوق، او الصوص بتاعنا ده الحلو ده اهو. وعلى طاسه او جريل، واحط حبه زيت وحبه سمنه، وايه هبصمه ماشي. هكمل وهقول لكم هنعمل ايه في البانيه. بصوا بقى البانيه اهو. هروح جايبه العيش بتاعنا، انا لازم ادلعهم امال. وهجيب الصوص بتاعنا، شفتوا معلقه 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 عملت قد ايه اهو. وهحط البانيه بتاعنا او كده كده اهو كده، واحط حبه صوص من فوق لازم خليه اهو. بصي من ولا شيء عملتي ايه عندك. بصي حبه السندوتشات دي بقى لو هتجيبيها من بره هتبقى بكام؟ هخلص وارجع لكم. دي الطاسه وحطيت فيها حبه زيت واهو. بصوا اهو بحطها كده واقلب، بس تتحمر اقلبها، تتحمر اقلبها. بصوا بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ احلى شاورما ده ولا مش احلى شاورما؟ بربع فرخ. متنسينيش بقى في اللايك والشير. بصوا حلاوتها وجمالها. هخلص وارجع لكم. ورجعت لكم اهو بعد ما عملت الحلويات دي كلها بربع فرخه وثلاث بطاطسات وكام قرن فلفل وكام حته بانيه انا كنت شايلاها فاضيه مني. كام حته بانيه كده اللي احنا بنشيلهم كده وقت الزنقه، ما كانتش 5-6 حتت بانيه. وطبعا العيش زي ما قلت لكم انا بجيبه في اول الشهر واسيبه في الفريزر. ما عندكيش في عيش شامي باي حاجه ممكن تعمليها. بصي بقى، بصي الحلاوه والجمال. بصي البوكس ده لو جبتيه من بره هيكلفك كام؟ بصي عملنا كام سندوتش من ربع فرخه وكام بطاطسايه وحبه بانيه عندك مركونين على جنب. هنعمل غدوه للولاد من غير ما يكلفونا مبلغ اللي احنا بنسمعه دلوقتي، ونفرح ولادنا ونفرح معاهم. ايه رايكم بقى؟ استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ ما تنسينيش والنبي في اللايك واشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد. وفري مع فاتن. سلام.